ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعاده يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى اعمل لكم بقى واقول لكم على سر المسقعه بتاعه المطاعم اللي بجد مجنناكم. طبعا انضف لما تعمليها في البيت طبعا لاولادك انضف من اللي بره طبعا، وضمنها هي مش حمضانه. ساعات والله الواحد بيجيبها بتطلع حمضانه. بصراحه جميله وحلوه ونضيفه جدا، وانتي اللي عاملاها بايديكي، وبجد جميله وخفيفه مش زي المسقعه التانيه بتاعت الصينيه. بجد لازم تجربيها، بجد تحفه تحفه. بجد وحشتوني وكل متابعيني الجداد والقدام، بجد وحشتوني جدا جدا. معلش الفتره اللي فاتت كان كده ايه، كنت تعبانه شويه، كان ايه عندي ضرس كان مجنني والله، بس الحمد لله خلعته يعني وارتحت. زي ما انتوا بقى شايفين بجد يعني المسقعه دي بجد تحفه يا جماعه، مش قادره اقول لكم خفيفه ازاي وتحفه. انا عملتها بصراحه من الاسبوع اللي قبل اللي فات، وايه عجبتني قوي، ندمت ان انا ما صورتهاش ونزلتها لكم. بجد كانت جميله وتحفه، مش قادره اقول لكم لذيذه ازاي. على قد ما هي بسيطه، سبحان الله يا جماعه، دايما الحاجه اللي هي البسيطه هي اللي بتبقى حلوه. الحاجه اللي انت بتحطي فيها مكونات كتير ومقادير كتير سبحان الله ما بتطلعش زي الحاجه اللي هي البسيطه. ومش قادره اقول لكم خفيفه ازاي، لو اكلتي منها ممكن تاكلي سطر عيش من كتر حلاوتها. بجد جميله جميله قوي، بجد لازم تجربوها يا بنات، بجد يا ستات البيوت كلكم بجد لازم تجربوها، هتدعولي على الوصفه دي بجد. يلا بينا نشوف الطريقه يا امارات يا حلوين. زي ما انتم شايفين طبعا البتنجان، طبعا ده بتنجان اسود عروس زي ما انتم حابين، اي كميه يعني، انتوا تحجميش نفسك بكميه معينه. ده كيلو الا ربع من البطاطس، كيلو الا ربع من الطماطم، ده يعني 10 حبات كبار كده متقطعين كده زي مكعبات صغيره، ومعايا ربع كيلو من الفلفل زي ما انتم شايفين متقطع برده مكعبات، احنا عشان طبعا عاملينها بقى ايه مسقعه حله، فكل حاجه متقطعه كده ايه مكعبات. وتعالوا بقى بينا اول حاجه بالترتيب كده يا جماعه عشان تعملي مسقعه وتخلصيها بسرعه. اول حاجه نولع على البطاطس نحمرها، وبعد كده نعمل الطماطم بتاعتنا بتاعت المسقعه، سهله وبسيطه خالص. الزيت بقى بالسخن قوي عشان ايه بنتي بتصورني خفتي ترطش في وشها ولا حاجه لا قدر الله، فايه مهديه كده النار، كانت الزيت هادي فعشان ما يطرطش يعني. نزلت بكميه البطاطس كلها، طبعا كميه البطاطس يعني شوفي ايه الحاجه اللي انت بتحبيها في المسقعه اكتر وحطيها. انا بصراحه بعشق حاجه اسمها البتنجان، بس طبعا بضطر احط فيها بطاطس عشان العيال بيحبوا البطاطس جدا. انا عن نفسي بحب البتنجان، انا لو عليا هعمل مسقعه بتنجان بس يا جماعه. هسيبها بقى قلبتها كده تقليبه في قلب الزيت وغطستها كده في قلب الزيت. لازم تعملوا الحركه دي يا بنات، ده طبعا للبنات الصغيرين لسه كده جداد في المطبخ، او لسه انت كده عروسه جديده في المطبخ، ده كده ليكم يا امارات يا حلوين. وكده حطيت كده ايه 3 معالق من الزيت، ما تحطيش زيت كتير لان طبعا وحله طبعا سخنه على النار زي ما انت شايفه كده، ما تكون كده عين هاديه، مش عايزين عين عاليه عشان ايه ما تحرقش البصل، احنا عايزين نار هاديه، عايزين نكرمل البصل وفي نفس الوقت ما ياخدش لون. يعني عارفين العين الصغنطوطه دي بتاعت الرز دي زي ما انت شايفه. وننزل بقى بالبصل بتاعنا، دي بصلايه وسط متقطعه زي ما انت شايفه، متقطعه كده حتت صغيره كبيره اللي انت عايزاه. انا مش قوي يا جماعه في تقطيع البصل، خلي في بالكم يعني. فزي ما انتم شايفين مقطعه كده ايه بصلايه وسط. هي المسقعه في المطاعم يا جماعه بيعملوها بالبصل مش بيعملوها بالثوم. طبعا انا جبت لكم السر، انتوا عارفين اي سر انا بعرفه عن المحلات اللي بره بجيبه لكم طبعا اوام. قعدت بقى اقلب في البصلايه لحد ما دبلت كده وادتني يا دوب لون اصفر، ما حمرتهاش، سبتها طبعا يعني على نار هاديه طبعا عشان كده دبلت وفي نفس الوقت ما اتحمرتش، انا ده هدفي. وبعد كده بقى نزلت بالطماطم اللي انا مقطعاها، ده كيلو الا ربع من الطماطم. اهم حاجه تكون حمرا يا جماعه عشان تديكي ايه لون حلو للمسقعه. بصراحه كانت فاتحه سنه، لو كانت طبعا حمرا عن كده كانت هتديني لونها احلى للمسقعه. طبعا قلبتها كام تقليبه كده وهنزل بالتوابل بتاعتي، كمون كزبره فلفل اسود، معلقه الا ربع كبيره من الكمون ومعلقه الا ربع كبيره من الكزبره ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، المفروض بدلها نص معلقه شطه. بس بصراحه الشطه كانت خلصانه عندي وانا بعمل اكل اكتشفت. وبالملح بقى ظبطي بقى الملح بتاعك، انا نزلت كده بنص معلقه ونص معلقه يعني مش مليانه قوي، او ربع وربع وربع. لو انت مش عارفه يعني ملح، انا بقول ده للبنات الصغيره لسه ده جديده في المطبخ ومش عارفه تظبط الملح ازاي. فزي ما انت شايفه بسيط جدا وسهل جدا المسقعه دي. فطبعا هي المسقعه يا جماعه مش بتحط لها فلفل اسود، بس انا اضطريت احط فلفل اسود عشان ما عايزه تديني حاجه سبايسي شويه. فهي المفروض شطه يعني، المفروض هي المسقعه بتحب. بصوا زي ما انتم شايفين حبيته برده اوريكم النار عشان ايه البنات الصغيره، النار هاديه قوي يا بنات اهم حاجه. طبعا نزلت بالملح كده وبالتوابل بتاعتي، طبعا بدل الفلفل الاسود وانت عندك شطه حطي، هتبقى افضل بكتير وهتاكلي احلى مسقعه ممكن تاكليها في حياتك. طبعا كده من حين لحين طبعا كنت برفع الغطا وبقلبها، طبعا هي على نار هاديه عشان ما تتحرقش. طبعا الطماطم بتبك الميه بتاعتها ومنه بتستوي وبتتهري، انا ده اللي انا عايزاه، عايزه الطماطم تتهري. طبعا قلبتها وغطيتها تاني.
من كده من حين لحين ارفعي كده الغطا، لو كل كده دقيقه ارفعي الغطا كده وبصي عليها وقلبيها، وارجعي غطيها تاني لحد ما تلاقيها شربت الميه كلها بتاعت الطماطم اللي هي بكتها. زي ما انتوا شايفين البطاطس هي ابتدت تدي لون، انا قلبتها كده ايه، قلبتها بحس كان في ناحيه كده ما كانتش اتحمرت، فقمت قلبتها وسبتها كده دقيقتين، وبعد كده طلعتها بقى بالصفايه دي. الصفايه دي جميله قوي، حلوه قوي يا بنات، قطوها حلوه، بتصفي الزيت كويس قوي. زي ما انتوا بقى شايفين كده انا طلعتها كلها من قلب الزيت كده، اصفيها كويس جدا جدا. عايزه تطلعي على مناديل المطبخ طلعيها، بس هي مش محتاجه يعني. كده كده المسقعه يعني ايه احنا حاطينها ايه بتحب لما يكون فيها زيت شويه كده بتبقى حلوه، وهي زيتها ما كانش كتير زي ما انتوا عارفين، احنا قالينها ومصفينها كويس. اللي انتي حابه برضو، لو انتي حابه تطلعيها على مناديل المطبخ طلعيها. طبعا خلي بالك ما يكونش جنبك اطفال طبعا، عشان ايه المرحله دي بتبقى ايه خطيره، عشان الزيوت طبعا لا قدر الله، اللهم اجرنا من النار يا رب، اللهم اجرنا من النار. زي ما انتوا شايفين طبعا طلعت البطاطس. طبعا المفروض كنت قطعت البتنجان ايه على ما البطاطس تتحمر، بس انا نسيت بصراحه. ما فيش مشكله. طبعا البتنجان اهم حاجه تغسليه غسله كويسه جدا جدا قبل ما تقطعيه، ما ينفعش بعد ما تقطعيه تغسليه لانه هيشرب ميه. زي ما انت شايفه بعد اشيل كده الحته الخضراء اللي فوق بالسكينه، وبعد كده قطعته كده ايه البتنجانيه ما شاء الله كبيره، فقطعتها كده ايه على 3 كده بالطول، وبعد كده قطعت برضو ايه العرض قطعته 3، وبعد كده بقى قطعيها مكعبات، عشان دي طبعا ايه مسقعه المطاعم، احنا عايزين نعملها بحذافيرها زي ما بيقولوا كده. لقيت كده حته خضرا من تحت قمت شلتها ورميتها زي ما انت شايفه. طبعا اي كميه انت حابه تحطيها في المسقعه. انا كنت مستخدمه كيلو بتنجان، انت ممكن تقللي شويه، ممكن تجيبي نص كيلو بتنجان، نص كيلو بطاطس، 3 قرون فلفل ولا 4، نص كيلو طماطم. لو انت مثلا مش مثلا انت وجوزك بس ولسه عروسه يعني حابه تعملي كميه قليله شويه، تقدري تقللي شويه في المقادير. طبعا المسقعه يا جماعه لما بتبات تاني يوم بتبقى تحفه، بتفطري بيها بتبقى جباره. تعالوا بقى نشوف الطماطم. هي بصوا من حين لحين كنت كده بقلبها، بصوا الطماطم دبلت تماما وبكت الميه بتاعتها ودبلت تماما وشربت الميه كلها. فطبعا هنزل بكوبايه ميه، مجرد ما تغلي غلوه واحده هطفي عليها، عشان انا ايه عايزه تبقى فيها صوص كده، عشان لما انزل بالمكونات بتاعتي اللي انا قالتها تبقى حلوه كده. غلوه واحده يا جماعه هطفي عليها على ما احمر بقيه المكونات. طبعا قطعت كميه البتنجان كلها بنفس الطريقه، وتعالوا برضو ايه نحمر في نفس الزيت اللي انت حمرتي فيه البطاطس، حمري فيه البتنجان. مش عايزين نهدر بقى يا جماعه زيوت كتير والكلام ده، الحاجه غاليه، وعايزين كده ايه نلم ايدينا كده زي ما بيقولوا. طبعا اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه يا امارات يا حلوين زي ما انتوا شايفين. وطبعا كومنتاتكم الحلوه دايما فعلا بتساعدني والله. طبعا اشتراككم لقناتي ده بيساعدني جدا جدا جدا، واللايك طبعا الحلو عشان ناس كتير تشوف الفيديو بتاعي. اللايك ده مهم قوي يا جماعه على فكره، لانه بيخلي الناس كتير تشوف الفيديو. طبعا انا قعدت كده ايه لما لقيت البتنجان اخد لون من الناحيه دي قلبته على الناحيه التانيه، طبعا الزيت مش عميق يعني، انا مش بحب اهدر الزيت يعني. وبعد ما قلبته كده واداني اللون اللي هو البامبي ده او الوردي زي ما انتوا شايفين، قمت صفيته كويس جدا بالصفايه برده وطلعته في قلب السرفيس كبير كده ايه، طلعت كله كده على جنب كده، وقمت صفيته كويس جدا جدا من الزيت زي ما انتوا شايفين، وانزل بباقي البتنجان وارجع لكم تاني هحمر باقي البتنجان زي ما انتوا شايفين. طبعا انا حطيت بقيه كميه البتنجان، وتعالوا بقى نشوف الفلفل. انا سايبه واحد كده حبيت برضو اقطعه قدام البنات الصغيره لسه ممكن جداد في المطبخ مش عارفين يعملوه ازاي الفلفل. طبعا بتبقي غسلاه قبل ما بتقطعيه غسله كويسه جدا، وبتقطعي الحلقه اللي فوق دي طبعا ما بترميهاش، وبتشيلي بتنفضيه لو في اي بذور بيضه، وبتمسكي الحلقه المدوره دي بتقسميها 2 طبعا ما بترميهاش، مفيش حاجه بتترمي عندنا، بتقليها معاها. وبتمسكي الفلفلايه بتقطعيها 4/4، وبعد كده الطول لو لقيتيه طويل قوي 3، لقيتيه قصير يبقى 2 زي ما انت شايفه. بس ده عشانكم انتوا، عشان البنات الصغيره، انتوا طبعا ايه ستات بيوت كده شاطرين وجمال زي ما انت شايفه، سهله وبسيطه خالص. المسقعه دي بجد لازم تجربيها بجد من كتر حلاوتها. طبعا تقولي انت مزوده في الفلفل، اقول لك عشان بنتي الصغيره ما بتاكلش بتاكلش في المسقعه غير الفلفل بس، ولا بتنجان ولا بطاطس، هي بتاكل بس بتحب المسقعه عشان الفلفل. فكل واحد فينا بيحب حاجه، انا بحب البتنجان، بنتي بتحب البطاطس، بنتي التانية بتحب الفلفل، بابام بيحب البطاطس، فبعمل لكل واحد الحاجه اللي هو بيحبها يعني. زي ما انتوا شايفين. طبعا بعد كده ايه ما حمرت كميه البتنجان كلها والبطاطس، طبعا الفلفل معلش طبعا ما رضيتش احمره معاكم لاني طبعا بخاف يطرطش ولا حاجه في الوش البنات يعني، فحمرته انا مع نفسي طبعا. واول ما بتنزلي بيه طبعا بتغطيه بغطا كده حله عشان ما يطرطش لا قدر الله، وبتوطي لما بتيجي ترفعي وبتقلبيه كده وترجعي تغطي تاني لحد ما يديكي اللون ايه اصفر كده، وبعد كده تطلعيه كويس وتصفيه كويس.
طبعا انا كنت طافيه طبعا عليه لما غليت اول غلوه وطفيت عليها. رجعت بقى شغلت النار تاني كده عليها وقلبتها. نزلت بقى بالفلفل والبتنجان والبطاطس ونزلت كده بيهم على قلب الطماطم اللي احنا عملناها مع بعض الجميله جدا دي التحفه. واقعد اقلبها كام تقليبه كده. حابه يديكي لون احمر قوي ممكن تنزلي كده بمعلقه واحده من الصلصه لو انتي حابه. عشان هي الطماطم بس كانت عندي يعني صفرة، يعني هي لو الطماطم بتاعتك حمرا هتديكي لون حلو. زي ما انت شايفه. طبعا سبتها كده تغلي كده على النار لمده كده 7 دقايق بالظبط كده وطفيت عليها عشان بس تشكشك كده مع بعضها وتاخد كده من طعم الطماطم وبرده الطماطم تاخد من طعمها. عشان كده المكونات كلها تختلط مع بعضها، البتنجان مع البطاطس مع الطماطم مع الفلفل يختلطوا كده مع بعض ويدونا كده تطعيمه كده حلوه في طعم المسقعه. عشان لما تيجي تاكلي المسقعه تحسي كده ميكس حلو قوي وطعمه جميل قوي كده. خلاص تمام قوي. نطفي بقى عليها ونغرف بقى المسقعه القمر اللي تجنن دي. طبعا يا جماعه مش محتاج جنبها اي حاجه، هو بس مش محتاج جنبها غير العيش القمر بس كده، اكتر من كده مش محتاجه. هي بجد المسقعه جميله وبتاكل، انت ممكن تاكلي سطر عيش من كتر حلاوتها. بجد لذيذه وخفيفه قوي. حتى لو بقى عندك لتاني يوم ما تزعليش شيليها في التلاجة بس عشان ما تحمصش عشان الجو حر. بجد تحفه تحفه وطعمها لذيذ قوي. المسقعه دي انا بعشقها يا جماعه. طبعا انا بنقي البتنجان عشان انا مش بحب ولا البطاطس، مش بحب البطاطس في المسقعه، بس قلت لكم زي ما قلت لكم بعملها بس عشانهم. بجد جباره يا جماعه، بجد بجد تحفه. بجد لو ما جربتهاش فاتك كتير بجد. انتوا عارفيني طبعا يا جماعه انا مفيش وصفه بنزلها يعني غير ما تكون يعني تحفه ومضمونه 100%. انتوا عارفيني. تحفه بجد تحفه. انا بس حبيت اوريكم برضو شكلها يقطع القلب ازاي.